كبير موجود. يعني لو رحله اكيد بيبقى مثلا حد من اداره الكليه، حد من اداره المدرسه، الكلام ده كله احنا فاهمينه. ولكن لو انتوا شباب وبنات خارجين مع بعض يبقى لازم يكون في محرم، يا اخ يا اب يا ام يا حد من العيله. لكن تخرجي معاهم لوحدك كده صدقيني ده غلط عليكي جدا جدا جدا. انا اسف جدا والله، ولكن بجد يعني ده غلط عليكي جدا جدا. وتاني حاجه عايز اوصلها لك انت كمنار، انت غلطانه من الاول. المفروض انت عارفه ان هم ناس مؤذيه وناس مش كويسه، وانت بتقولي بنفسك ان هم بيأذوا ناس كتير وانت ما بتحبيش الكلام ده، والمفروض انت في خلافات ما بينهم بسبب الحاجه دي، وبتقولي ان هم اصحابك من سنين. ازاي وثقتي فيهم بالطريقه دي وبالسرعه دي وبالسهوله دي ان هم يرنوا عليكي يلا بينا تقومي نازله معاهم؟ طبعا انا يعني انا والله العظيم متعاطف معاكي، وبجد يعني انت شجاعه جدا، انت طلعتي اتكلمتي عن الحكايه دي وعن مشكلتك وان انت بتطالبي بحقك. ولكن بجد يعني انت برضو غلطانه من الاول ان انت خرجتي معاهم من البدايه من غير ما يكون معاكي حد مثلا من عيلتك. انا مش قصدي حاجه، ولكن يعني الامان خلاص ما بقاش في امان للامان ذات نفسه. سلام، وربنا يصبرك وربنا يرجع لك حقك يعني، وتقومي بالسلامه وتتعافي من اللي انت فيه. ربنا يكون مع اهلك طبعا اكيد يعني في وضع صعب. مع السلامه.